يلا بينا نحكي. هنتكلم فيه النهاردة ونجاوب على الأسئلة دي. يا ترى يا عم الجني، انت مفيد ولا مضر؟ يلا بينا نحكي. يا ترى لما بتحب تتكلم وتفضفض بتتكلم مع مين؟ يا ترى لما بيكون عندنا موضوعات مهمة أو محتاجين ناخد قرار بنلجأ لمين وبنتكلم مع مين؟ لما بتحس إنك مضغوط ومحتاج إنك تلجأ لحد وتتكلم معاه، يا ترى بتختار مين تتكلم معاه؟ كتير مننا دلوقتي أول ما يحس إنه مضغوط أو متضايق أو حتى تجيله فكرة عايز يستشير فيها حد، أو حتى محتارة ست الكل تطبخ إيه النهاردة، جري بيلجأ للAI أيا كان بقى ChatGPT أو غيره، ويبتدي يتكلم معاه ويقول له الحقني الحقني يا عم الجني، أعمل إيه؟ والرد بيجي على طول في أقل من ثواني. عم الجني بيحضر وبيقول له يعمل إيه. وفي الحقيقة الرد الفوري ده هو مكمن الخطورة اللي بيخلينا نسأل يا ترى الرد الفوري اللي بيجيلنا من عم الجني ده واستخدامنا للAI ده مفيد ولا مضر؟ يلا بينا نحكي. هنتكلم فيه النهاردة ونجاوب على الأسئلة دي. يا ترى يا عم الجني، انت مفيد ولا مضر؟ وهل ينفع يحل محل الأشخاص الطبيعية في حياتنا؟ وهل مناسب إنه يبقى بديل للمعالج النفسي أو لايف كوتش؟ ومش عايزة أقول لكم إن في ناس حتى بتستبدله بالطبيب البشري دلوقتي وبتسأله أنا عندي الأعراض الفلانية أعمل إيه؟ ونتيجة تحاليلي آخد فيها إيه؟ وطبعا هو جاهز وبيرد فورا. طب يا ترى مناسب إن أنا آخد قرارات مصيرية بناء على نصايح عم الجني الAI ولا لأ؟ وقبل ما نجاوب على السؤال ده خلينا نجاوب على سؤال تاني مهم، وهو ليه الناس بتلجأ على طول للAI أيا كان الشات أو البرنامج اللي بيستخدموه؟ وإيه الأسباب اللي بتخليهم يرجعوا له؟ وأهم الأسباب دي إنه متاح 24 ساعة، موجود وجاهز للرد من غير ما أحجز ميعاد ولا أتحمل تكلفة ولا استنى دور. وتاني حاجة إنه بيديني نصيحة من غير حكم، ما بيحكمش عليا، وعدم الحكم عليا ده بيبقى بيديني راحة مؤقتة. وتاني سبب إنه بيسمعني من غير ما يحكم عليا ولا بيصدرلي إحساس الضعف أو إني مذنب، بل بالعكس بيحل مشكلة إصدار الأحكام واللي بنواجهها طول الوقت لما نتكلم مع حد. غير إنه كمان في الكلام معاه الناس بتحس إنها محاطة بسرية رغم إنها سرية وهمية، ومن هنا بتتكلم بمنتهى الحرية عن مشاعرها وعن أفكارها اللي عايزة تناقشها وعن قراراتها من غير خجل. ونيجي بقى لأهم نقطة وهي سرعة الرد. بمجرد ما بتخلص الكتابة الرد بيبقى موجود في ثواني، فمش محتاج معاه إنك تأجل مشاعرك أو تأجل إحساسك أو حتى إنك تفكر ولو للحظات في الفكرة اللي جاتلك قبل ما تتكلم فيها. على طول بمجرد ما تنهي آخر حرف في الرسالة هو بيكون مجهز الرد. والسرعة دي بتخلي الإنسان بيحس بأمان، لأنه حد بيسمعه، حد بيرد عليه فورا، حد كمان بيسمعه كلام إيجابي هو حابب يسمعه ومحتاج يسمعه، حد بيناقش إحساسه وبيوصفهوله وبيدعمه من غير ما يلومه ولا يقوله أنت ليه قلت كده أو إزاي تحس الإحساس ده أو إزاي حتى تفكر الفكرة دي. ونقطة كمان مهمة قوي، طريقة الرد. ساعات كتير بتبقى مشكلتنا في التعامل مع أصدقائنا أو مع الأشخاص المقربين لينا إن إحنا لما نتكلم معاهم عن إحساس أو نناقش معاهم مشكلة بتواجهنا أو نحكي لهم موقف حصل يكون ردهم دايما كل الناس كده، أنت متضايق ليه؟ ما كل الناس عدت بالمرحلة دي. أنت تعبان؟ طب ده أنا كمان عندي وعندي وعندي وعندي. ده مش موجود لما بتتكلم مع الشات أو مع الشات الAI. وده مريح جدا إنه بيسمع مشكلتي أنا، مركز عندي أنا، ما بيحملنيش طاقة سلبية من عنده، بل بالعكس
ده بيوجد لي حلول وبيدعمني بكلام كله طاقة إيجابية وتحفيز، بيحسسني إني بطل، بيحسسني إني عظيم، بيحسسني إني مبدع لمجرد إني أنا اتكلمت، بيوصف إني قد إيه حساس لمجرد إني أنا بناقشه في مشاعر معينة. كل ده طبعا بيخليني أحس براحة وأنا بتكلم معاه، وعايز الوقت يطول وأتكلم معاه في كل حاجة. طيب يا ترى إيه خطورة اللي بيحصل ده؟ خطورته الأساسية إن الناس ابتدت تستبدله مش بس بصديق، دي ابتدت تستبدله بالمعالج، ابتدت تستبدله بالطبيب، ابتدت تستبدله بوظائف مهمة جدا ما نقدرش نستغنى فيها عن العنصر البشري. لو فاكرين في أول الفيديو احنا سألنا سؤال: يا ترى ممكن أعتمد على ال AI في إني أنا آخد قرار مصيري يخص حياتي ولا لأ؟ والإجابة بمنتهى الوضوح والصراحة لأ. طب لأ ليه؟ لأ لأنه مش شايف المشهد كامل، هو بيحكم فقط على الجمل اللي أنا بكتبها له، هو مش شايف أبعاد الجمل دي إيه ولا تأثيرها إيه، مش شايف الصورة كاملة. ومن هنا بتيجي الخطورة، هو بيحكم على اللي بيفهمه من عدد الحروف اللي بكتبه، من الصورة اللي ممكن تكون واصلالي أنا شخصيا غلط، فما بالك لما اكتبها له. أكيد هو كمان هيحكم غلط، فهتبقى النتيجة غير مرضية تماما، حتى لو في الوقت الراهن هي حققت لي راحة أو حققت لي سعادة مؤقتة، أو كلماته حسستني بالرضا عن نفسي أو بمقدرتي على تجاوز الأمر، لكن في الحقيقة هو وهم لو ما حكمتش عقلي. أنا مش ضد التكنولوجيا، بل بالعكس، دي يسرت علينا أمور كتير جدا ووفرت علينا وقت ومجهود وخلتنا ممكن نستمتع أكتر بإننا نعيش الحياة. لكن اللي أنا ضده إن إحنا نستبدلها بعقولنا، نستبدلها بمشاعرنا وتعاملاتنا. لما بتتكلم مع شخص حقيقي أيا كان وظيفته إيه وأيا كان دوره إيه في حياتك، فأنت بتتكلم مع إنسان عنده تجربة إنسانية، بيشوف معاك المشهد كامل، بيحس بيك حقيقي، حتى لو أنت شفت وقتها إنه إحساسه بيك ده إحساس بطيء مقارنة بالشات مع ال AI، أو إحساس محتاج لبعض الوقت، أو حتى إحساس فيه لوم أو فيه عتاب على تصرف أنت تصرفته. ده بيرجع من دافع الحب الحقيقي اللي هتلاقيه عند الصديق أو عند الشخص المقرب، العلم الحقيقي المغلف بالتجربة، التجربة الحقيقية اللي محملة بالعلم، اللي هتلاقيها عند اللايف كوتش أو هتلاقيها عند المعالج النفسي. الحب الحقيقي الصادق اللي هتلاقيه والدعم من الأشخاص الحقيقية اللي مرت معاك بالتجربة، أو اللي مرت بتجربة مشابهة، أو اللي حاسة بيك ومقدرة مشاعرك، حتى لو أنت حسيت إن كلامها بيوجعك شوية أو بيضايقك كتير، لكن هي حقيقية، خايفة عليك بمشاعر حقيقية. ومن هنا لازم نحكم عقلنا في استخدام ال AI، وخصوصا ما يخص الشات والتعامل معاه. الشات مع أي برنامج من برامج ال AI هو مش بيحل مشاكلنا، لكن بيعيشنا في مساحة مريحة، وساعات بتكون وهمية، بتبعدنا عن الحياة الاجتماعية الحقيقية، بتخلينا ما بنعيش حياتنا ولا بنستمتع بالجميل فيها، بيزيد من إحساسنا بالعزلة والوحدة. برامج ال AI موجودة واتعملت علشان توفر لينا وقت إن احنا نعيش حياتنا، مش علشان تعيش حياتنا بدلنا. دمتم بخير وحب. لايف كوتش دكتورة أميرة عبد الرازق.